المصري وهيبه النادي المصري. الاستاذ ياسر يحيى عضو مجلس اداره النادي المصري الجديد واول ظهور لك على شاشه مودرن، اهلا بيك. اهلا بك كابتن محمد واهلا بشاشه مودرن. وان شاء الله سنه سعيده علينا وعليكم ان شاء الله، وبالتوفيق لنا وليكم باذن الله ان شاء الله. استاذ ياسر، بنتكلم عن اجتماع الروابط، واللي طبعا كان اجتماع مهم ولابد منه، وغدا انطلاق بطوله الدوري مع نادي غزل المحله. ايه اهم النقاط اللي نخرج بها من هذا الاجتماع؟ اهم حاجه ان زي ما قال مستر كامل احنا كلنا ايد واحده، كمجلس اداره ايد واحده وجهاز فني وكل اللي عاملين في النادي المصري ايد واحده. احنا عايزين برضو الرابطه دي تبقى ايد واحده، كلنا هدفنا النادي المصري. هدفنا النادي المصري يبقى، وزي ما انت شايف والناس شايفه، النادي المصري في حاجات كتير اتغيرت، وان شاء الله ياخد وضعه الطبيعي، وضعه اللي هو ان شاء الله هو مش اقل من ان يبقى في مربع الذهبي ان شاء الله. وكل ده بايه؟ بفضل ان احنا كنا ايد واحده، كجهاز، كمجلس، كجهاز فني، كجمهور، كلنا ايد واحده هنوصل بالنادي ان شاء الله للمكان الصحيح ليه باذن الله. كان في توعيه للجماهير من السفر بكره من المحله، التشجيع، الكلام ده؟ كل دوت صار جوه مستر كامل والجهاز الامن كله اتكلم مع الجمهور على اساس ان احنا ان شاء الله نبتدي من هنا تجمع الجماهير، يكونوا ان شاء الله في كمجموعه واحده نوصل للنادي، ويكون مفيش بدون اي مشاكل ان شاء الله، ويعدي الماتش على خير باذن الله. واتفقنا النادي المصري يبقى ايد واحده، جماهير مصر كلها تبقى جماهير واحده، عشان خاطر المصري يظهر باحسن صوره، لان طبعا نادي جماهيري بدون جماهير زي ميه البحر ما ترويش. فاحنا نتمنى ونامل من ربنا ان الجماهير كلها تبقى ايد واحده، عشان يعني احنا السنه دي نفسنا ناخد مركز، اقرب سنه ان احنا ناخد مركز هي السنه دي. لو الامل ده كل سنه بنقرب له، لو ضعف السنه دي هنبقى اتاخرنا كتير قوي. وانا اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه الجمهور يبدا ياخد باله ويبدا ينظم نفسه اكتر من كده شويه، ويبدا يخاف على النادي بطريقه تانية، لان بصراحه السنه دي يا جماعه نفسي اقول الكلمه لكل جمهور بورسعيد، اكتر سنه جميع ابعاد منظومه كره القدم فيها النهارده متوازنه جدا السنه دي تحديدا. يعني جهاز فني معانا الكابتن طلعت يوسف، جهاز فني محترم جدا، لعيبه على اعلى مستوى ما شاء الله، مجلس اداره محترم بقياده مستر كامل وواقف ورا النادي في كل حاجه سواء صغيره او كبيره. هي الحته الرابعه بس الاخيره يا جماعه السنه دي عندنا بجد النهارده الملعب السنه دي، يعني الكره في ملعبنا زي ما بيقولوا، يعني الجمهور لابد ان هو يتحد، لابد ان هو يتنظم، لابد ان هو كله يقعد تحت رايه واحده هي النادي المصري، ويعرف ان هو داخل الاستاد سواء جوه بورسعيد او بره بورسعيد هو مسافر للنادي المصري، ونبعد عن شغل نفسنا وان كل واحد شغال لحساب حد تاني وبتاع. يعني نبدا نفوق شويه من الحته دي، وان شاء الله الفتره الجايه هنبقى كويسين وهنتنظم والنادي المصري للامام باذن الرحمن. وانا واحد من الناس كان كبير مشجع النادي المصري العربي الزلزال، بقالنا 10 ايام والله العظيم، بقالنا 10 ايام مجتمعين مع الجماهير كلها، ولا في شماريخ هتولع في الاستاد، ولا في هتافات جماعيه، ولا في اي حاجه. احنا اتكلمنا مع جميع الروابط بصفتنا ناس كبيره في النادي ومؤسسين مشجعين وبنشجع والناس كلها بتشجع ورانا، فما فيش الكلام دوت ولا شماريخ ولا هتافات جماعيه ولا اي حاجه. وطبعا زي ما انت حضرتك عندك علم وكواحد بورسعيدي عارف ان جمهور بورسعيد عاشق للكوره، وما بنتكلمش الا في الكوره، كقهاوي كبيوت كشغل كل حاجه بنتكلم في الكوره. فان شاء الله باذن الله يعني بدايه الدوري عندنا في بورسعيد من يوم الثلاث. طبعا كل مصر ان شاء الله هتشوف جمهور بورسعيد، وكل مصر هتشوف يعني ايه جمهور بورسعيد، وكل مصر هتشوف حاجات جديده بالنسبه لجمهور بورسعيد اول مره. يعني الحاجات اللي هتحصل يوم الثلاث في ماتش الجيش دي اول مره هتحصل في مصر. والله يا استاذ محمد احنا شايفين ان يعني الناس تمشي ورا الاحسن في المدرج. يعني انتوا شايفين، احنا شايفين، يعني بنقعد في المقصوره شايفين مين احسن في المدرج. الناس شافت مجموعه طلعت اسمها جرين ايجلز، شافوا الدخلات بتاعتهم والشغل بتاعهم عالي. المفروض احنا ننضم للاحسن مش نفكر للي ورا. واحنا تمام، احنا قعدنا الناس الكبار بتوع البلد كبار المشجعين قعدوا واتفقنا، كنا 3 التراسات، يعني هم كانوا 3 التراسات اتفقوا ان اختاروا اسم، 2 اختاروا اسم واحد، خلاص نمشي مع الاغلبيه. تمام. اللي مش عايز مصلحه النادي، لو انت بتفكر في مصلحه النادي مش هتبص المسمى بس، واحنا داخلين نقول مصري. انا بقول حاجه واحده، يعني الهدف من دخولكم كلكم المدرجات هو ايه؟ حب النادي المصري. المسميات اللي عامله مشاكل بينكم ايه اسبابها؟ هو الادميه دلوقتي احنا بنتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر مدير سبورت وكابتن مدحت شلبي يعني اللي هو بيدينا حقنا في الاعلام، وبشكر حضرتك اللي هو استاذ محمد غندر. احنا نتكلم دلوقتي اللي هو الاسم، احنا ما عندناش مشكله في الاسم، اللي هم ال3 روابط اتوحدوا وقلنا الاسم واحد، واحنا كلنا بنتكلم بالنادي المصري اللي هو في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم للنادي المصري بمسمى اي حاجه، احنا بنتكلم النادي المصري. عايزين حاجه باسم النادي المصري، حاجه تخلي الناس كلها عارفه ان انا بورسعيد،
عايزين نبين الصوره كويسه عن بورسعيد، مش عايزين نبص الصوره السيئه، واهم حاجه نوحد الروابط. اسمه النادي المصري، كلنا بنقول النادي المصري البورسعيدي، كلنا عايزين يبقى كلنا خايف النادي المصري البورسعيدي، كلنا بنقول هدف واحد، الله عليك يا سيدي النادي المصري البورسعيدي، غير كده مش عاوزين. احنا كلنا بنحب النادي المصري وجايين نشجع النادي المصري، يبقى كلنا نقعد في حب النادي المصري. مش عايز بقى اسمع كلمه رابطه فلان ورابطه علان، مش عايزين نسمع الكلام ده. احنا عايزين كلنا نحب النادي المصري ونبقى ورا النادي المصري، ونحاول بقدر الامكان ما نجيبش عقوبات على النادي، ما يتنقلش مطوشه بدون بره الملعب ولا مطوشه بدون جمهور، لان هو الجمهور ده هو عصب النادي. فيا ريت نبدا صفحه جديده مع بعض من خلال البرنامج المحترم بتاعك يا استاذ محمد. بقول لجماهير النادي المصري المحترمه يا ريت يا جماعه نبدا سنه جديده مع بعض كلها في حب النادي، ونطلع بره. يعني احنا رايحين المحله دي داخل جمهوريه مصر العربيه، اخواتنا وحبايبنا وكل حاجه. احنا رايحين ضيوف عندهم وهم ما يجونا يبقوا ضيوف عندنا، لازم نروح باحترامنا وهم ما يجوا لهم باحترامهم. مش عايزين نعمل مشاكل مع حد، واحنا بنقول كل سنه وحضرتك طيبين. هو توعيه الجماهير بتبدا مننا ومن الشباب الصغير، لان هو لو انا مثلا ما جبت الشباب صغير معايا او شغلت شباب صغير في الليله دي ما تنجحش، لان الشاب بيتعامل مع شاب زيه. هو ممكن يسمع لراجل كبير زي عنده 57 سنه، بس هو اكتر ما يسمع لشاب زيه، يعني شبه بعض، سيم زي ما بيقولوا الاجانب، حاجه زي بعضها او حاجه وجه واحد مش بوجهين. فالشاب شبه الشاب فبيسمعوا لبعض، ممكن يخشوا له لا مش عارف ايه الحكايه الروايه ده بكذا كذا. انت كل اللي بتعمله ان انت ارشاد، بترشد، بتقول له الحكايه كذا كذا. لو هو مش واخد باله مثلا اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. بس برضه الشباب دلوقتي انا كنت بعرف بطريقه التشجيع، الوقت هو بيشتغل بالنت والمواقع والحاجات دي. طبعا انا لو قعدت على الكمبيوتر 3 دقائق احس ان انا مثلا في نص البحر غرقان. فالعمليه بتبقى هم فرق بيننا وبين الشباب ان الشاب زياده عننا في الحاجات دي شويه، بس عاوز توجيه، بس يكون هم مش ناقصهم حاجه. جمهور النادي المصري كله، لان كل جمهور النادي المصري بيحب النادي المصري، كل جمهور النادي المصري بيموت في النادي المصري. جمهور النادي المصري ده بيشجع نادي شايل اسم مصر، فلازم يعملوا حساب الميزان ده قوي ويحسبها، لان النادي المصري بالنسبه لنا زي ما قلتها مره واثنين وثلاثه، النادي المصري بالنسبه لنا وطن ما هوش نادي. والله انا دوري كراجل مسؤول عن الجماهير كان دوري دايما الحفاظ على الامن، الحفاظ على النادي المصري، الحفاظ على الملعب، من واحد بيرمي ازازه، من واحد بيرمي شمروخ، من واحد بيشتم، من واحد بيلق ازازه ميه. ده دورنا كناس كبار، هم معظمهم ما عندهمش اللغه دي، معظمهم عنده كلمه الاطرس، يعني لو يعني نشتم، يعني ايه ولع. طب يعني ازاي نغير المعنى ده؟ التوعيه لازم هو مع الوقت. هو يمكن لو في مسؤوليه عنده، او يمكن حد قرصه 2 وجاب 2 3 4 وقرصه امنيا، هنرجع من ما فيش شمروخ، ما فيش شتيمه، ما فيش لا. لكن هو ما عندوش توعيه، لازم الكبير يبقى في وسطهم عشان يوعيهم، واحنا ده دورنا ان احنا نوعيهم، لان التثقيف مختلف، السن مختلف. اما احنا ناس كبار عارفين ايه المسؤوليه اللي وقع على النادي من غرامات بسبب الشماريخ، من مخالفات امنيه بسبب الازاز في الملعب. كل ده احنا عندنا ضرايب، هو ما عندوش ضرايب الكلام ده. نقدر نقول كان لابد من الاجتماع قبل انطلاق بطوله الدوري غدا باذن الله. واجتماع طبعا مهم جدا مع الروابط، علشان احنا هدفنا السنه دي ان شاء الله ان الروح الرياضيه هي اللي تكون سائده في الملعب قبل كل شيء. وبعدين احنا السنه اللي فاتت خدنا غرامات كتيره جدا، فاحنا مش عاوزين ندي الفرصه لاي حد، ولازم يكون في توعيه، ولازم يكون في ان جمهورنا العظيم ده اذا كان في بعض العناصر بتبقى مش عاوز اقول يعني بتبقى غير مسؤوله، يعني بتبقى بتعمل حاجات ممكن بتضرنا زي الشماريخ و بالذات في الملاعب المصريه. بالظبط، احنا عاوزين نقضي عليها السنه دي ان شاء الله. فكان قعدنا معاهم وشرحنا لهم ان السنه دي احنا هنكون عندنا، يعني بنتمنى طبعا من الروابط انها يعني تقف مع الفريق اولا. هم طبعا يعني بص، هو اعظم جمهور في مصر جمهور النادي المصري، لان جمهور في كل مباراه موجود ورا الفريق في خارج مبارياته بره بورسعيد. لكن احنا كان هدفنا السنه دي ان احنا نقعد معاهم ونشرح وجهه نظرنا، والحمد لله يعني اعتقد ان هنقضي موسم كويس مع بعض. نقول ان التجاوزات اللي حدثت الموسم الماضي
طبعا كلنا بنتمنى عدم تكرارها من اجل انجاح مسابقه الدوري اللي هينطلق غدا باذن الله، وهو مباراه للنادي المصري غدا مع نادي المحله. ايه اللي انتم عملتوه كمجلس اداره للجماهير غدا؟ هل في جماهير في رحلات؟ هل هيبقى في تنظيم رحلات؟ هل هيبقى مجلس الاداره مسؤول عن تنظيم هذه الرحلات منعا لتجاوزات البعض والكلام اللي احنا بنشوفه ما يحدث على الطرق، ما يحدث داخل المدرجات؟ هو طبعا السيد مدير عام النادي بيقوم بدور كبير جدا مع الجماهير. احنا بنحاول نحلهم، بنحاول نخلي يعني يعني دخولهم مباريات هناك وفي اهتمام، لكن الجماهير بتنظم نفسها كويس جدا وعارفين، لان هم متعودين من زمان جدا والاعداد بتزيد الحمد لله ورا الفريق. فاعتقد ان ده يعني مش موضوع كبير. الموضوع الاهم بالنسبه لنا هو داخل الملعب بتاعنا، ان ما يحصلش اي حاجه انها ممكن تجيب لنا مشاكل وغرامات.